اول ما بتبص في السماء بالليل كده بتشوف ايه؟ نجوم، نقط صغيره منوره وسط بحر كبير قوي من السواد. بس استنى كده، لو الشمس منوره والدنيا مليانه نجوم، ليه الفضاء نفسه لونه اسود؟ مش المفروض كل الاماكن تبقى مليانه نور؟ يعني احنا محاطين بمليارات النجوم، طب ليه مش شايفين غير ضلمه؟ السؤال ده بسيط بس جوابه قلب مفاهيم كتير قوي في علم الكون، والنهارده هنحكي القصه سوا من اولها. ما تنساش تكمل الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا. خلي بالك اللغز ده حير علماء الفلك على مدار قرون، وكان ليه اسمه مفارقة أولبرز، اللي هو لو الكون لا نهائي وفي عدد لا نهائي من النجوم يبقى المفروض كل نقطة في السماء تكون فيها نجمة، تمام؟ وساعتها السماء هتبقى منورة كلها. بس احنا ليه مش شايفين كده؟ احنا شايفين ضلمة بس، ليه؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه دلوقتي. اول حاجه لازم نفهمها، الفضاء مش فاضي، هو واسع، في حاجات كتير، نجوم، مجرات وغبار كوني. لكن الاهم من كده ان مش كل الضوء بيوصل لنا، لان الكون له عمر 13.8 مليار سنه، يعني الضوء اللي جاي من نجوم بعيده قوي لسه ما وصلناش. فاللي احنا شايفينه دلوقتي هو بس اللي وصل نور لحد هنا. وكمان الكون بيتوسع، يعني النجوم البعيده دي بتبعد اكتر واكتر، والضوء بتاعها بيتشد وبيتحول لاطوال موجيه لحد ما يوصل للاشعه تحت الحمراء او الموجات الميكروويف اللي يعني الانسان اصلا ما بتقدرش تشوفها. يعني الضوء لسه موجود بس احنا مش شايفينه. بس المفاجاه الحقيقيه ان الفضاء مش ضلمه قوي زي ما انت فاكر، في ضوء كتير جدا بس مش ضوء مرئي، اسمه اشعاع الخلفيه الكونيه الميكرووي، وده باقي من الانفجار العظيم، وهو ضوء بس عينك ما بتشوفوش. ولو كان عندنا كاميرا حساسه للاشعه دي هنقدر نشوف ان السماء كلها منوره بلون رمادي باهت. الخلاصة احنا مش شايفين الضلمة الحقيقية، احنا شايفين صورة الكون بس من زمان، صورة قديمة نورها لسه واصل لنا دلوقتي. وكل ما تبص لفوق افتكر دايما انك بتتفرج على الماضي، على ملايين ومليارات السنين اللي فاتت. بس السؤال دلوقتي، لو احنا عايشين وسط ضوء كتير ما بنشوفوش، يا ترى في حاجات تانية حوالينا واحنا مش واخدين بالنا منها؟ ابعاد تانية، مخلوقات تانية ما تعرفش؟ جاوبنا على السؤال ده في الكومنتات. ولو بتحب المحتوى ده وتستاهل انك تدعمه بلايك، حط لايك وسبسكرايب، واستنوا فيديوهات جايه كتير قوي. مع السلامة.